حصلت من 70 سنة ولا زالت الأحداث مستمرة حتى الآن، والخطاب فيها موجه لكم جميعا حتى تستفيدوا من هذه القصة، لكنه موجه بالتحديد لإخواننا في رفحة في شمال المملكة لعلهم يساهمون في حل هذه المشكلة. شاب عراقي اسمه إدريس ولد عام 1955 في الديوانية، في الشنافية في الديوانية في العراق. في عام 1978 طلع من الديوانية ديرته واتجه إلى رفحة، عنده نية يشتغل ويبيع ويشتري. يوم وصل رفحة لفى على معزب الله. معزب هذا هو الإنسان اللي بيستضيفه وبيكون شريك معه، اللي هو منيف الشمري في طلعة التمياط تحديدا. عاش معه وبدأوا تجارتهم وشغلهم مع بعض. إدريس طلع رخصة عمومية عشان يسوق سيارات ثقيلة، واشترى هو منيف سيارة مرسيدس نقل بضايع، سيارة كبيرة هذه. وفعلا بدأ إدريس يشتغل في تحميل الشعير وبيعه، يروح للدمام في المنطقة الشرقية ويحمل الشعير من هناك، ثم يجي لمنطقة رفحة وضواحيها، رفحة وطلعة التمياط والعويجيلة، ويروح يبيع الشعير. كان عنده صديق له سبيعي، هذا عنده سيارة وأخونا إدريس هذا عنده سيارة، فكانوا يطلعون سوا يروحون للدمام، هذا بسيارته هذا بسيارته، مثل اللي يعني يكونوا مع بعض في الطريق، أخويا وزملاء، ويروحون